ازيكم عاملين ايه؟ النهارده قررت اكلمكم عن محلات الحلال اللي بنجيب منها لحوم حلال زي الشريف، وفي نفس المكان هتلاقوا مكة وكمان محل اسمه مدينة، كلهم في منطقة اسمها هايسون جرين. المحلات دي كلها بتبيع لحوم حلال وتقريبا اكل من مصر واكل من اي دولة عربية، يعني ملوش داعي انك تجيب اكل معاك وانت جاي من بلدك، لان كل حاجة هتلاقيها في المحلات دي. تعالوا نبص بصة سريعة عن الأكل. أنا لقيت فول بكل الأنواع، فول مصري وفول لبناني وفول سوري وفول فلسطيني، ولقيت كمان عصير دومتي العصير المصري المشهور، وأغلب الفواكه هتلاقوها موجودة كمان. الأهم بقى هتلاقوا فلافل وتشيكن بايتس وتشيكن فيليه، كل دول حلال. الناس بقى اللي بتجيب توابل كتير من مصر أو من أي بلد هما جايين منها، عايزة أقول لكم إن التوابل هنا كتير جدا وكل الأنواع هتلاقوها، حتى البرجر والسوسج سواء كان تشيكن برجر او بيف برجر هتلاقوه موجود، الكبه وكل الاكل العربي هتلاقوه موجود هناك. اغلب محلات الحلال بيبقى فيها جزاره، الجزاره كل الفراخ واللحوم اللي فيها مذبوحه على الطريقه الاسلاميه. اللي بيبقى نادر هنا بقى الكوسه بتاعه المحشي، ودي مش بنلاقيها دايما، ولو بنلاقيها بسعر غالي، بس تبقى موجوده في محلات الحلال برضه. ارخم حاجه بقى ان انت لما تيجي تشتري من محلات الحلال وخصوصا مدينه ومكه مينيموم تشارج فروم كارد 5 باوند، يعني لو اشتريت حاجات وثمنها 1 باوند او 2 باوند يقول لك لا اشتري كمان لحد ما يبقوا 5 باوند عشان تدفع بالكارد، يا اما يبقى معاك كاش بقى. وفي الشريف التشارج للكيس 20 بنس، وهو اصلا الكيس بلاستيك ضعيف خالص، فالاحسن ان انتوا تشتروا تاخدوا معاكم الشوبينج باج معاكم، ده احسن يعني حاجه. المهم بقى اللي انا عايزه اقوله، لو انتوا عايزين تشتروا اي لحوم حلال فانتوا هتروحوا تجيبوها من هايسون جرين، محلات الحلال، اللحوم والفراخ مثلا والبرجر والحاجات دي. طيب الشوبينج بقى العادي تشتروه من ليدل او الدي، لان دولت اسعارهم افضل بكتير من المحلات الحلال. يعني مثلا الرز هنا ممكن تلاقيه ب 40 بنس، ب 40 قرش، الرز هناك في الشريف غالي قوي، فعشان كده لازم تعرفوا انتوا هتشتروا ايه من هنا وتشتروا من ايه من هنا. بس كده الفلوج النهارده خلص، واتمنى يكون عجبكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل عشان تتابعوا الفلوجز الجديده. باي باي.